السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أخواتي في الله، مساء الخير أو صباح الخير الوقت الذي تشاهدون فيه هذا الفيديو. إذا كما تشاهدون اليوم جئتكم برشمة بسيطة جدا، خاصة للمبتدئات اللي تحب تتعلم. راكم تعرفوا المبتدئة لازمها حاجة بسيطة باش تحكم يدها وما تدهش من الصنعة وتولي تتعلم وتولي تحفز تتعلم. هذا الرشمة خفيفة بزاف. السطر نتاع البرودي نتاع البلوزة، تاع بلوزة عربية بيان سور نتاع النساء الكبارات. بيان حنايا في الجزائر يلبسوهم النساء الكبارات، نديروا لهم هذا السطر تاع البرودي. إذا هذه الرشمة هي عبارة عن وردات يعني قلب هكا قلب، وفيه 3 تاع الوردات وواحدة في الوسط جاية 2 قلوبة و4 ورقات. دخلنا عليها الحرير جاي شغل قري فونسي أو مايل حتى الماغو فونسي، جاي حالة كورة بيان سور باش تبان شوية، لأنه الماغو في الماغو ما راحش يعطينا نتيجة مرضية. درنا الحرير في هذا لاكولار، ورايحين تاني ندخلو عليه السقليل الأصفر نعمر به الوردات في الوسط، ونزيد نحكم به الكردون الطرف. تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تفهموا واش راني نهضر. إذا هنايا نبدا بلونطوراج تاع الصدر، نمشي بالحرير، نمشي لونطوراج تاع الصدر كامل طرف للداخل والبرا. ما هنايا ما درتش طارة بعد ما طبعا كنت حاجة اللي ديريها باش تجيك سهلة الرشمة تاعك وتجيك خدمة متقونة. تحكمي الثوب نتاعك، قطعة الثوب نتاعك تحكميها وديري لافيزلين تاعك على الزوج، تحديهم غاية تحديهم مع بعض. وبعد ما تكملي التحداد ترجعي باش ترجعي تحكمي الرشمة تاعك تاع الصدر تكون عندك مرشومة. ترجعي تحكميها بليزيبانك وطبقيها فوق الكتان. وهنايا النصيحة برك اللي تحب تتعلم أي مبتدئة تحب تتعلم، خاصك تحدي الكتان تاعك مع بلافيزلين، عاد ترجعي تنقلي الرشمة تاعك. يعني الغلطة بزاف اللي وقع فيها بزاف المبتدئات انه تمشي تروح دير الرشمة تاعها نقولها على القماش وهي مازال ما تحدد القماش، مازال ما تحدد على لافيزلين. يوم بعد تولي تحداه يولي عواج، يولي السطر تاعها يعواج، ما يجيش متناظر، ما يجيش قد ما يجيش خدمه، ما تجيش، ما تخرج لك فيه ديفو باين. فباش تجيك الخدمه سهله ويجيك السطر هكا ما يجيكش عوج ويجيك متناظر، خاصك تنقلي الرشمه تاعك، خاصك تطبقي الكتان مع لافيزلين، تحديهم لغايه لصقيهم وتخليهم واحد 5 مينوت هكا يبردوا. يوم بعد ترجعي تاخدي الرشمه تاعك وتخدميها كيما هنايا خدمتها كانت عندي في الفينة. درت البلاستيك والفينة والديكالك. بيان سور الديكالك دائما نديروه فوق القماش، ومن بعد عاود ديري الفينة نتاعك اللي فيها الرشمة، ومن بعد ديري البلاستيك. بعد خاطر كانت تخدمي بالفينة وحدها على الديكالك راح يتقطع هذاك الديكالك، راح يتقطع لانه يجي فراجيل، يجي رهيف، يجي بالخف ينحل. فلا خاصك تعاوني روحك بالبلاستيك وستيلو كيش ما كان، طبعا ستيلو باش ترشمي الرشمه تاعك. هنايا كما راكم تشوفوا، هنايا وكملت السطر الوردات، عاود رحت نخدم هاد ليمونتيف. هاد ليمونتيف حنايا دوك غادي نقصو حنا السر، غادي نقصوه الطرف. هاد البلاصه اللي راني نخدم فيها هذه بلاصه العنق غادي تنقلع. انا ما بغيتش نضيعها. درت فيها ليمونتيف. هاد ليمونتيف غادي نخدموهم اليدين، ديروهم ليمونتيف في اليدين، تخدمي بهم اليدين. كي نخيطوا البلوزه نديروهم في اليدين يجيو اسورتي مع السطر والبلوزه تاعنا تجي شابه.
بهذا الشكل. هنايا من بعد ما كملت الوردات نتاعي نرجع غير بزيكزاك، هذاك الزيكزاك حاجه خفيفه، غرزه خفيفه هي، ونعمر كاع هذاك الخوال اللي يبقى لي في بلاصه الوردات، ما بين الوردات هذه، ما بين الورده والورده يبقى لي داك الفراغ كاع، نولي نعمره بهذا الزيكزاك. تسمى كيما راكم تشوفوا هي حاجه خفيفه، نسرع بالماشينه ونحل الغرزه هي ونتمشى هكذا بهذه الطريقه. غير غرزات خفاف هكا باش شغل نطراسي وهداك القماش مع لافيزلين، لانه راكم تعرفوا لافيزلين يعاود يولي يطر داك التحديد اللي حددناه كلشي كاع يروح لنا. ها شوفوا، شوفوا طريقة الزقزاق بهذا الشكل هي، وتعمري السطر تاعك هي. ومن بعد ما كملت بالحرير عاود دخلت عليه ركبت السقل نتاعي صفر، ركبته ورجعت نعمر الوردات في الوسط، لأنه البلوزة نتاعنا فيها جاية كحلة، البلوزة نتاعنا جاية كحلة وفيها الدوغي. بهذه الطريقة ونعمر كاع الوردة تاعي لداخل باش ما يبقاوش فارغين، بالسقلي ونمشي كاع داك الفراغ اللي يكون عمر يبقى لي داخل نعاود نعمره بالسقلي هكذا بهذه الطريقة. هنايا غير سرعت الفيديو باش ما يجيكمش طويل ويجيكم طويل وتملوا، ما تقدروش تشاهدوا كامل، لاني لو كان خليت الفيديو كما كان ملي بديت نخدم، خدمت انا صدر وظهر، وهذاك اللي مونتيفت على اليدين راح كملي ساعه نتاع الوقت. يعني لو كان خليت الفيديو كامل كما كنا طويل، كما خدمت كما صورت، زعما كان يجيكم طويل بزاف، ساعه ما تقدروش تفرجوه ويجيكم طويل وتملوا منه. اي على هذيك انا سرعت بهذه الطريقه باش تقدروا تشاهدوه وتفهموا غايه. حبيباتي دائما كما نقول لكم دائما ونأكد عليكم، ما تنخسونيش حبيباتي من الدعم، لايك والقناة واشتراك، واللي عندها اي حاجة تكتبها لي في التعليقات ونقول لك اجرك عند الله، وان شاء الله تكوني مأجورة على يعني البارطاج تاعك والدعم تاعك للقناة، وان شاء الله ربي يخليكم ليا. هنايا من بعد ما كملت البرودين نولي نقص داك الزائد نتاع القماش اللي بقالي، القماش تاعي السطر تاعي كامل نقص له داك الزياده هي، ونولي نحلها في الوسط بهذه الطريقه. هذاك المقص الكبير شويه غبني، جبت هذا الصغير احسن. ها هو السطر هي، وتبقى لي هاد لي مونتيف اللي خدمتها في الوسط تاع اليدين، ها هي حتى هي نظرفها بهذه الطريقه. هيا ايوه خلاص هذا هو السطر تاعي. هنايا في هذه المرحله ندير الكوايه تاعي في الضو ونحميها غايه هي، نكوي كاع الطرف نتاع داك لاصوا باش تعين باش ما تبقاش تتشنتف وما تبقاش تسلل، هي كاع يعني باش ما تبقاش تنسل. نديروا لها كوايه هكا نكويوها نحرقوها هي تبقى هكا مفينيه بيان فيني. ومن بعد نرجع ندير الكوردون نعاود ندير نفينيو به كاع السطر تاعنا طرف هو الكوردون. هذا يبيع 1000 ولا 2000 المتر كل منطقه كيفاه. نعاود نمشي به كاع السطر تاعي طرف. هذا عاود يزيده جمال ويزيده اناقه اكثر واكثر. بهذا الكوردون يزيد السطر تاعنا جمال واناقه، يولي فيني يولي بيان فيني هكذا. بس قليل الصفر على كل حال، بس قليل الصفر وندير غرزة خفاف غير شغل غير زيكزاك ونمشي بالكوردون تاعي مع الصدر بهذه الطريقة. تنكملو كاع لونطوراج تاعنا طرف هذاك لونطوراج لبرا، ونعاود نرجع نخدم لونطوراج لداخل
كاع هادوك الحواف، كاع هادوك الحواف ندير لهم الكوردون، نمشي عليهم الكوردون. بيان سور كي تقصي هذاك القماش تاعك خلي واحد مليمتر ولا 2 مليمتر باش تركبي الكوردون تاعك. اي هنا ها هو كملت، ها هو السطر. شوفي كي جا شباب، شوفوا الخدمه كي جات متقونه، جات روعه. اذا حبيباتي نقول لكم الى اللقاء والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا على المشاهده.